أنا متأكد إن يومك مليان مذاكرة، محاضرات، جيم. يومك زحمة وساعات بتضيع على السوشيال ميديا. يومك مكدس بالمهام لدرجة إنك لما تيجي تنام بتحس إنك عملت كل حاجة بس مخلصتش حاجة، والأهم بتحس إن قلبك فاضي. النهاردة عاوز أتكلم معاكم عن مصطلح مهم أوي، وهو اليوم المقدس واليوم المكدس. وإزاي طالب زي وزيك ممكن يذاكر 10 12 ساعة وهو يجي في اخر اليوم يبص يلاقي نفسه ما عملش اي حاجه، وفي طالب تاني ذاكر ساعتين اتنين بس وانجز فيهم. بس السر مش في عدد الساعات. لو عاوز تعرف السر كمل معايا الفيديو للاخر. اليوم المكدس هو اليوم اللي بنتعامل فيه مع الدنيا على اساس ان هي عدو بنجري وراه. بيبقى بنجري عشان نخلص محاضراتنا، بنجري عشان نطلع مع اصحابنا، بنجري عشان نخلص مذاكرتنا، بنروح عشان نخلص الصلاة بتاعتنا في دقيقتين تلاتة كده ونخلص. المشكلة إن إحنا بنتعامل مع الوقت على أساس إن هو عدو عاوزين أو عدو عاوزين نتخلص منه. ولكن المشكلة بقى هنا تكمن في إنك بتهمش الأساس. بتتعامل مع الصلاة مثلا على أساس إن هي حاجة بتكتبها في الليستة بتاعتك وعاوز تشطب عليها وخلاص، مش إن هي محطة بنتشحن فيها. ولما بنعمل كده الله عز وجل بينزع من وقتنا البركة. بتيجي تذاكر صفحة كنت تخلصها قبل كده في نص ساعة، بقالك 3 4 ساعات فيها ومش فاهم حاجة برضو. ده كله لأن اليوم بتاعنا بقى مادي بحت مفهوش أي روح. واليوم المقدس مش معناه إنك تقعد في المسجد اليوم كله، لأ، معناه إنك تخلق مساحات ممنوع حد يلمسها، ممنوع حد يقرب منها، وممنوع تكون مستعجل فيها. لازم يكون قلبك حاضر. مثلا زي وقت الفجر، وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلوات كلها. اوعى 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 تكون بتصلي في البيت او بتأخر صلاتك عشان وراك مذاكرة. الله عز وجل هو الذي يعطيك البركة. إن انت ضيعت الصلاة ديت فلا تسأل عن البركة. تمام. او مثلا 10 دقايق في كل يوم تقعد مع اهلك، او انت تقرا فيهم قران او تذكر الله عز وجل فيهم. دي مساحات مقدسه ممنوع المساس بها. ووالله والله المساحات دهيت هي اللي بتنزل البركه للوقت اللي بعدها، اللي هو الوقت المكدس، عشان تقدر تنجز فيه. تبقى داخل تنام كده وانت مثلا خلصت حاجات ممكن تخلصها في 3 4 5 ايام، خلصتها انت في يوم واحد. فاهم ازاي؟ واكبر كدبه بنضحك بيها على نفسنا ان احنا ما عندناش وقت. تعرف ان احنا عندنا وقت لكل حاجه ما عدا الحاجه اللي بتريحنا. مثلا بتقعد انت على تيك توك ساعه، على الفيسبوك ساعه، على اليوتيوب ساعه، ولكن ما عندكش 5 دقايق تقرا فيهم قران. ما عندكش 10 دقايق ولا ربع ساعه تروح تصلي في المسجد وتيجي. احنا اللي مش عاوزين نريح نفسنا والله. واللي عاوزك تعرفه ان ربنا هو صاحب الوقت، هو اللي بيديك البركه وهو اللي بيسحبها منك. فانت لما تبخل على الله عز وجل بوقتك لا تنتظر البركة، ربنا يسحب منك البركة. فاللي انت لازم تعمله انك تضيق المساحات على الاوقات اللي بتضيع في التفاهة، وتوسع المساحات على الاذكار والصلاة والحاجات اللي هتزود البركة. بالله عليك جرب النهاردة بس، جرب النهاردة او بكرة تروح تصلي في المسجد، تخصص لك 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة تقرأ فيهم قرآن او اذكار، وشوف الوقت المكدس بقى عامل ازاي. شوف الانجاز اللي انت هتحققه في اخر اليوم. تمام. وخلي صلاتك هي اللي تنظم المذاكرة، مش مذاكرتك هي اللي تنظم صلاتك. مش بعد ما اخلص المحاضرة ولا المحاضرتين دولت هبقى اصلي، لا، ده انا اصلي وارجع اخلصهم. فاللي انت تعمله تطبيق عملي، تعمله تكتبها في التودو ليست بتاعتك وتعملها. ثبت اوتادك اليومية، ال5 صلوات في المسجد على قد ما تقدر. اوعى في مرة تقولك انا هذاكر وابقى اصلي في البيت. انت مش واحدة ست عشان تصلي في البيت، وما عندكش عذر عشان تصلي في البيت. ماشي. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. صلاتك في المسجد ممكن هي سبب هدايتك. تمام. وفي آيات كتيرة تدل على ذلك أن الرجال يقومون في المساجد، والمساجد بنيت للرجال. تمام. والنساء إذا كان في مكان يصلوا فيه يعني، ولكن الأصل أن الرجال هي اللي بتصلي في المسجد. تمام. فأنت مش واحدة ست وأنت مش تعبان وما عندكش عذر عشان تقول أنا مش هصلي في المسجد، أنا هصلي في البيت. تمام. معلش يعني لغة قاسية شوية ولكن استحملني. تمام. فثبت أوتادك اليومية وابني مذاكرتك على وابني المذاكرة بتاعتك على أساس هذه الأوتاد. تمام. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من الصالحين من المهتدين. ويا رب اكرمنا يا رب في هذه الأيام العصيبة، أيام الفاينل، كلنا طبعا مزنوقين. فيا رب يا رب كن معنا عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. ويا رب يا رب يا رب
رد علينا هذه المعلومات وقت حاجتنا إليها، وتكون الامتحانات جاية سهلة والدكاترة تكون مخففة علينا. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.